لو انت من بنات اللبس الشتاء بيبينك اتخن واعرض من الطبيعي، ففيديو النهارده ليكي. هاي ويلكم تو ماي نيو فيديو النهارده هيكون تلبسي ايه لو لبس الشتاء بيبينك اتخن واعرض من الطبيعي. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك سبسكرايب اعملوا في الانستجرام بتاعي، ويلا بينا نبتدي الفيديو النهارده هقول لكم فيه شويه ايتمز مهمه جدا هي تكون عندنا في اللبس. منها هقول لكم على تيبس بتبين ان احنا اطول شويه فبتقلل شويه من عرض جسمنا. اول حاجه مهمه جدا ان هي تكون عندنا لو احنا مليانين شويه وفي نفس الوقت قصيرين، هي البنطلونات القماش اللي بتكون مخططه بالطول. بس طبعا مش البنطلونات الصيفي، لا القماشه الشتوي. ولا موضتها مش بتروح، ثانيا ان هي شكلها بيبقى حلو جدا على الجسم لان الخطوط اللي فيها بالطول، فده بيدينا احساس ان احنا اطول شويه. وفي نفس الوقت هتبقى حلوه جدا لو جبناها هاي ويست علشان تقف عند منطقه الويست فتبين منطقه رجلنا اطول من الجزء اللي من فوق، فتدينا احساس ان احنا اطول شويه. طبعا كل ما جسمنا باين ان هو طويل شويه بيقللنا من الحجم من فوق وفي نفس الوقت بيدينا طول. تاني حاجه مهمه جدا ان هي تكون عندنا هي البلوفرات اللي بتكون كروب. ليه؟ لان البلوفرات اللي بتكون كروب ساعتها اقدر البس عليها اي حاجه هاي ويست، ولما اقدر البس عليها اي حاجه هاي ويست فانا كده بقسم جسمي عند منطقه الويست، هي المنطقه اللي من فوق اقصر شويه وباين المنطقه اللي من تحت ان هي اطول شويه، فده بيدي تقسيمه لجسمي بيبيني فيها ان انا اطول وفي نفس الوقت اقل شويه في العرض. بس تip مهمه جدا المفروض ان انا اعملها لو انا هجيب اي بلوفر يكون كروب، هي ان انا ما اجيبهوش اوفر سايز لو انا مليانه شويه، لان اي حاجه اوفر سايز لو انا مليانه شويه بتبيني اعرض بكتير قوي من الطبيعي. تالت حاجه مهمه جدا ان هي تكون عندنا لو احنا طبعا بنحب هي الجامب سوت اللي بتكون كلها لون واحده، فانا ممكن اشتري جامب سوت تكون لونها جينز، ممكن اشتري اي لون تاني انا عايزاه بس ما تكونش القماشه العاديه، انا اقصد القماشه الشتوي. منها كمان بيبقى في منها في نفس الوقت الخطوط اللي بالطول اللي هي البنطلون نفسه بتاع الجامب سوت بتكون مخططه بالطول، فدي بتدينا احساس ان احنا اطول شويه، ان هي بتكون فاضيه من كل الاماكن دي فما بتديش احساس ان احنا لابسين حاجات كتير قوي، وفي نفس الوقت بتكون البنطلون بتاعها باين كله، جزء كمان من الظهر بتاعها بيكون باين، كمان بيدي illusion ان احنا اطول بكتير من الطبيعي وفي نفس الوقت بتقلل شويه في العرض. بس مهم جدا ان انا البس تحتها الاقمشه او البلوفرات اللي في نفس الوقت بتديني طول. زي ايه؟ زي الحاجات اللي بتكون مخططه بالطول زي دي كده بتديني طول وبتقلل شويه من عرض الجسم. لكن اخلي بالي وانا بشتري البلوفرز دي ما تكونش نفسها اللي هي بتعرض، اللي هي القماشه بتاعتها بتكون تخينه قوي، لان ده كمان بيديني عرض فساعتها مش هستفاد اي حاجه. لازم اجيب الاقمشه اللي بتدفي وفي نفس الوقت بتكون رفيعه شويه زي الكشمير من الحاجات اللي مش بتنفش مثلا زي البلوفرات القطيفه، لا اللي بتكون منفوشه شويه، لا الكشمير بيكون اقل شويه في الحجم وفي نفس الوقت بيدفي قوي، فدي الحاجات اللي انا المفروض البسها تحت الجامب سوت من النوع ده. كمان ممكن لو انا مش عايزه اجيب جامب سوت مثلا تكون جينز، ان انا البس بنطلون وقميص او حاجه من فوق تكون نفس اللون بالظبط وفي نفس الوقت البس عليهم كوت او البس عليهم اي حاجه. لما عملت مونوكروم من تحت ولبست فوقيهم حاجه كل ما ده ادى احساس ان انا اقل شويه. يعني ايه؟ مثلا لو انا هلبس بلوفر، البلوفر بيبيني اعرض واتخن لو مثلا لبست كارديجان وفتحته ولبست تحتيه تيشيرت، لان البلوفر بيدي المساحه دي كلها حجمها الحقيقي، لكن الكارديجان او اي حاجه بتتلبس من فوق ده بيدي احساس ان انا اقل شويه. كمان هيدي احساس ان انا اقل شويه لو لبست تحتيه مونوكروم بلون واحد زي مثلا لون اسود او لون كريم او اي لون من الوان النود، كل ده بيقلل شويه في الحجم، غير مثلا لو لبست بلوفر ابيض ويكون البلوفر ده اوفر سايز فده بيديني حجم اكبر بكتير قوي واعرض من الطبيعي. تالت حاجه مهمه جدا ان هي تكون عندنا لو احنا قصيرين وفي نفس الوقت عراض، هي ان انا اجيب كوت طويل. ليه؟ لان الكوتس الطويله ما بتقطعش من عند الركبه، واي بلوفر او اي جاكيت او اي حاجه بتقطع من عند الركبه ده بيبيني اقصر بكتير قوي، اللي بيخلي كل جزء جسمي اللي من فوق حاجه واحده والجزء اللي من تحت اللي هو رجلي ما بيكونش باين منها غير حاجه صغيره قوي، ده بيبيني اقصر واعرض بكتير قوي من الطبيعي. فممكن اجيب كوت يكون طويل شويه والبس من تحت لون يكون مونوكروم. كمان هيبقى حلو جدا لو لبست على الكوت الطويل ده ان انا البس حاجه تكون فيها كعب شويه، لان اي حاجه انا بلبسها فلات على اي حاجه طويله برده هتبيني اقصر. لكن لو لبست حاجه فيها نسبه كعب حتى لو بسيطه قوي فده بيرفع منطقه جسمي كده شويه وبيبيني ان انا طويله واقل شويه في الحجم. رابع حاجه المفروض ان انا اجيبها وهي السكارفات اللي بتكون طويله. نفس الكلام السكارفات اللي بتقطع عند منطقه تحت الوسط كده شويه دي كمان هتبيني اقصر بكتير قوي واتخن. اصلا السكارفات الشتوي بتدي حجم كبير قوي من فوق، فانا محتاجه السكارفات الشتوي زي ما هي بتدي حجم كبير قوي من فوق هي كمان تكون طويله علشان تخلي العين تتحرك لحد تحت، العين ما تثبتش بالظبط عند منطقه الوسط او تحت منطقه الوسط بشويه. خدوها قاعده، اي حاجه عند القصيرين تحت منطقه الوسط بشويه، مش عند منطقه الوسط لان انا قلت لكم نشتري بلوفر سكروب، لا تحت منطقه الوسط بشويه، يعني بتقف عند اول الرجل، اي حاجه زي كده بتاثر. فيما فيها بقى البنطلونات اللو ويست اللي نازله موضه السنه دي، كارجو بانس كمان لو هو لو ويست، في شميز او اي تي شيرت او اي حاجه بتقف عند المنطقه دي بالظبط هتاثرنا، لان هي هتدي الحجم الحقيقي لجسمنا، هتقسم جسمنا التقسيمه الطبيعيه، واحنا عايزين نقسم جسمنا على مزاجنا زي ما احنا عايزين علشان نبيننا اطول شويه. تبقى مهمه جدا انا بشوف ناس كتير قوي بتغلط فيها لو هي قصيره وفي نفس الوقت مليانه شويه، هي ان احنا بندخل البوت جوه البنطلون. انا بشوف الحركه دي ان هي بتاثر كتير قوي، لان نفس الكلام هي بتدي تقسيمه زياده لجسمي انا مش
محتاجاها. ممكن اجيب هاف بوت. الهاف بوت من الحاجات اللي بتخلينا اطول شويه غير البوتس اللي بتكون هاي ني اللي بتكون تحت الركبه او عند الركبه بالظبط، دي بتخلينا اقصر بكتير قوي، لان انا لو لبست حاجه عند الركبه وبالذات لو انا محجبه يعني يمكن الموضوع بيخف شويه لو انا مش محجبه، لان ممكن البس تحتيها سكيرت تكون قصيره شويه. لكن الناس المحجبه ما ينفعش ان هي تلبس بوت هاي ني وفي نفس الوقت تدخل جواه بنطلون سكيني، لان ده بيبيننا اتخن بكتير قوي. تخيلوا كده معايا المنطقه بتاعه الفخذ بتكون اعرض بكتير قوي، بعد كده بنزل بحددها عند الركبه، يعني ده بيبين حجمها الحقيقي، وبعد كده بنزل على رفيع قوي، لان طبعا اي بوت هاي ني بيكون مشدود شويه، بيبين الجزء الثاني من الرجل ان هو اتخن بكتير وبيبينه بحجمه الطبيعي لان هو بيكون مشدود. كل ده بيدي تقسيمه الجسم، بيخلي الجسم كمان على حجمه الحقيقي، اذا ما كانش كمان بيخلينا اعرض واتخن بكتير قوي من حجمنا الحقيقي. واخر حاجتين مهمه جدا ان احنا نشتريهم هي الكوتشي اللي بيكون فيه كعب شويه، لكن مش الكعب العادي اللي هو مش الكعب اللي بيكون مسحوب كده، لان نوع الكوتشي ده انا بشوف ان هو مش اليجنت خالص. لكن بشوف السنيكرز زي بتاعه فيلا او السنيكرز اللي بيكون فيها كعب وضخمه كده شويه، ان هي بتطولنا وبترفعنا لفوق شويه. دي حاجه مهمه جدا ان هي يكون عندنا هي الشانكي بوتس، بيكون الكعب بتاعها كله من قدام ومن ورا نفس الطول بالظبط، فاولا ما بيتعبناش، فاقدر اتحرك بيه براحتي، اروح اجي مش هتعب بيه، وفي نفس الوقت ان هو طول الوقت بيفضل مدينا طول، لان هو بيفضل مثبتنا على نفس المستوى، فدي حاجه بترفعنا، وفي نفس الوقت لو عملت التبس اللي انا قلت عليها قبل كده بتقللنا كمان في الحجم. واخر تب مهم جدا ان احنا نعملها لو احنا قصيرين وفي نفس الوقت مليانين شويه، اولا لو انا مليانه شويه ما ينفعش ان انا البس اكسسوارز تكون مليانه برده قوي، المفروض ان انا البس حاجات تكون قليله او تكون بسيطه قوي. تحت بند الاكسسوارز دي انا كلام على الشنط، على النكلسز، على الخواتم، على اي حاجه. ما ينفعش ان انا البس حاجات تكون تخينه قوي او مليانه قوي، لان ده بيخلي العين تتركز على المنطقه اللي انا حاطه فيها الاكسسوارز. وانا هلبس شنطه المفروض ان انا البس شنطه متوسطه في الحجم، ولا صغيره قوي ولا كبيره قوي، لان كبيره قوي هتبين لي مليانه، وصغيره قوي كمان هتبين حجمي الحقيقي للجسم. ان العين هتتركز عند منطقه واحده بس اللي هي منطقه الشنطه، فده هيبين ان جسمي اعرض بكتير قوي من الطبيعي. كمان لو انا هلبس نكلسز المفروض ان انا ما البس ولا حاجات صغيره قوي ورفيعه قوي تبيني ان انا عريضه قوي في الحجم، ولا حاجات تخينه قوي ومليانه قوي، لانها برده هتبيني ان انا عريضه قوي في الحجم، كمان هتخلي العين تتركز على المنطقه دي بس. ممكن اجيب حاجات تكون متوسطه في الحجم، ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي. كمان في الاكسسوارز مش المفروض لو انا قصيره ان انا اجيب اكسسوارز برده طويله، الناس اللي بيليق عليها الاكسسوارز الطويله قوي هي الناس الطويله اصلا، يعني انا قصيره وما ينفعش ان انا البس اكسسوارز تكون نازله لتحت قوي كده. اطول حاجه ممكن ان انا البسها هي ان هي بتقف لحد هنا، لكن هي تنزل لحد تحت دي قوي بتبين طولنا الحقيقي، بتبين ان احنا اقصر. فانا ممكن اشتري حاجات تقف لحد هنا وفي نفس الوقت الحاجات دي تكون بحجم متوسط شويه. نفس الكلام على الخواتم، ما ينفعش ان انا اجيب خاتم تكون راسه كبيره قوي، لان ده كمان هيبين ايدي حجمها كبير قوي. كمان ما ينفعش ان انا اجيب حاجات صغيره قوي تتحط فيه الصوابع من هنا، دي اللي بتكون كذا خاتم جنب بعض، ده هيبين كمان ايدي كتير قوي وفي نفس الوقت مليانه قوي. ممكن اجيب حاجات تكون بسيطه لكن في نفس الوقت حجمها هيكون متوسط، مثلا ما اجيبش راس الخاتم ولا قد كده ولا برده قد كده، يعني ما تكونش قد كده، لا اجيب حجمه يكون بالظبط على قد الصباع، او تكون مثلا الدايره بتاعته او ايا كان التصميم بتاعه يكون متوسط في الحجم، ما يكونش ولا كبير قوي ولا صغير قوي. تبقى مهمه جدا في الحجاب لو انا محجبه، المفروض ان انا ما البسش حاجه تكون خانقه من عند الراس، انا مثلا مش مليانه قوي، لكن ساعات من زوايا معينه بيبان ان انا عندي لغده حتى لو انا في الحقيقي ما عنديش، او انا بتحرك ما عنديش. ليه؟ لان الحركه دي او ان انا اربط الدبوس على الاخر قوي. فتخيلوا كده معايا، بصوا تخيلوا اعمل كده، بصوا من جنب عامل ازاي، بصوا باين لغد، باين خد، حتى لو كل ده اصلا مش موجود. كمان ان انا ارجع الطرحه لحد هنا، ده كمان بيبين حجم وشي اتخن بكتير قوي واعرض وبيبينه مدور. انا محتاجه ان الطرحه تطلع كده لقدام شويه، الطرحه تكون لوس شويه من هنا او ما تكونش خانقه، يعني بصوا اقدر احط صباعين لجوه، لان كل ما زنقت قوي الطرحه كل ما بينت وشي مدور، وده انا مش محتاجاه، انا محتاجه ان وشي يبان طويل شويه. بس كده ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم وحبيتوه. لو عجبكم اعملوا لايك، سبسكرايب، اعملوا في الانستجرام بتاعي، وباي باي.